دول 3 حاجات ممكن تعملهم لو عاوز تحافظ على صحة عظمك ومفاصلك وما يجيلكش هشاشة. فاعمل سيف الفيديو ده لانك اكيد هتحتاجه. رقم 1، لازم تحافظ على نوع رياضة تمارسها بشكل منتظم. الرياضة مهمة جدا وبتساعد على ترسيب الكالسيوم في العظم بشكل كويس. رقم 2، لازم تاخد احتياجك اليومي الكافي من الكالسيوم، سواء بقى من مصادر طبيعية من الأكل اللي فيه كالسيوم زي البيض ومنتجات الألبان وخلافه، أو بقى من مصدر تاني خارجي زي السبلمنت أو المكملات. رقم 3، لازم تحافظ على مستوى فيتامين دي أو فيتامين د في الجسم، لأن تقريبا الشعب المصري كله لو حلل هيلاقي عنده نقص فيتامين دي، وزي الكالسيوم بالظبط لازم تاخد احتياجك اليومي الكافي منه، يا اما من مصدر طبيعي، وهنا الشمس يعتبر اهم مصدر طبيعي ممكن تاخد منه فيتامين دي، او تعتمد بقى على مكمل خارجي. فانت بقى ما تكونش لا بتلعب رياضة ولا بتطلع في الشمس ولا بتاخد اي حاجة فيها مصدر للكالسيوم، او حتى بتعوض كل ده بمصادر خارجية او مكملات وتقول عظمي او مفاصلي بتوجع ليه. وطبيعي هتوجعك لانك مش مديها الاهتمام اللي هي محتاجاه علشان تكون صحية او بشكل كويس. انا دكتور عمر صبري، والف سلامة.